بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سراج الهدى، صلاة تحفظنا وإياكم من كل مكروه. أحبتي، موضوع لقائنا التاريخي هذا اخترنا له عنوان: الباشا حمزة بن هيمة الآسفي يكلف من السلطان بترتيبات استقبال الإمبراطور الألماني بمدينة طنجة. أحبتي، حمزة بن هيمة من أشهر أعلام البيت الهيموي بآسفي وباقي المغرب. أهله إلمامه بعلوم العربية وعلوم الدين والماضي المخزني لخدمات عائلته من شغل عدة وظائف مخزنية رفيعة، ومنها وظيفة الحسبة لمرتين. ولكن حمزة عمر ونبغ أكثر في أداء وظيفة العامل والباشا، فقد تقلد هذا المنصب مرتين وفي مدينتين، وفي تجربتين قويتين ودقيقتين بأحداثهما. ففي المرة الأولى اشتغل عاملا على مسقط رأسه مدينة آسفي خلفا لأخيه المتوفى عبد الخالق بن هيمة، وبقي يؤدي هذه الوظيفة مدة تزيد عن عقد من الزمن، أي منذ سنة 1893 وحتى سنة 1904 ميلادية. وفيها عايش وتفاعل مع أكبر وأقوى وأوسع ثورة قبلية دموية عرفتها بلاد عبدة خلال القرن التاسع عشر، وهي ثورة ولاد زيد في سنة 1895، التي امتدت وقائعها الدموية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية إلى مدينة آسفي. وفي المرة الثانية عين حمزة بن هيمة بمدينة بأقصى الشمال وعلى بعد أكثر من 500 كيلومتر عن مسقط رأسه، وهي مدينة طنجة، وذلك مدة 3 سنوات ما بين سنتي 1904 و 1907. وفي هذه المدينة حظي بشرف المشاركة في الترتيب لحدث كبير وخطير في مستهل القرن العشرين ابتهج السلطان ومخزنه بحصوله، وكانت له أصداء ونتائج حسيمة وخطيرة على صعيد السلم والأمن في أوروبا، ونعني مشاركة الباشا حمزة بن هيمة في التحضير لاستقبال لإمبراطور ألمانيا غليوم الثاني في زيارة لمدينة طنجة يوم 31 مارس 1905. وقد يتساءل بعضكم أحبتي عن الفرق بين وظيفة حمزة بن هيمة كعامل ووظيفته كباشا. الجواب بكل بساطة أنه في زمن حمزة بن هيمة وقبله لم يكن يوجد أي فرق بين السلطة ومهام العامل والباشا والقيد، فكل من هؤلاء الثلاثة كان ينفذ الأحكام السلطانية بذات القوة والنفوذ بمنطقة إدارته وحكمه، مع وجود تمييز واحد، وهو أن القيد كان يختص بحكم وإدارة المجال القروي، وأن العامل أو الباشا كان يختص بحكم وإدارة المجال الحضري. أحبتي، نعود إلى موضوعنا. قلت عين حمزة بن هيمة لباشوية مدينة طنجة، وكان ذلك باختيار من مخزن السلطان المولى عبد العزيز. وجاء في تقييد لأحد أبناء عمومته وهو العالم الكبير أحمد بن إبراهيم بن هيمة أن ذلك التعيين تم بالضبط يوم الخميس 8 ربيع الثاني عام 1322 هجرية، الموافقة ل 1904 ميلادية. ويمكن أن نستشف من هذا الاختيار والتعيين ترقية مستحقة للعامل والباشا حمزة بن هيمة، فمدينة طنجة ليست زمنئذ أي مدينة، فقد كانت ذات قيمة كبيرة ودقيقة على المستوى السياسي والدبلوماسي، فقد كانت بهذه الأهمية بقدر ومقام ومستوى العاصمتين فاس ومراكش. وبالتالي فإن باشوية مثل هذه المدن كانت لا توكل إدارتها إلا لمن كانت له جدارة ومكانة وحظوة ووثوقية ومصداقية. فطنجة يومئذ هي العاصمة الدبلوماسية للمغرب وأقرب نوافذه البحرية إلى أوروبا، ففيها كانت تستقر قنصليات أو سفارات الدول الأوروبية والأمريكية الممثلة بالمغرب، وفيها كان يوجد حضور قوي للجاليات الأجنبية بأعداد كبيرة ومن جنسيات وثقافات متعددة، وفيها كانت توجد دار النيابة التي أحدثها السلطان المولى عبد الرحمن، وكما يظهر من اسمها أنها مقر لنائب السلطان. مهمته الرئيسية هي القيام بدور الوسيط بين السلطان وقناصل الهيئة الدبلوماسية الأجنبية المقيمة في طنجة، والتفاوض معهم
باسم السلطان في كل ما يتعلق بالعلاقات المغربية الخارجية. أحبتي، إن إدارة مدينة بهذه الصفة وبهذا الثقل فيه اعتراف وتثمين وازن بمقدورات وخبرات العامل والباشا الآسفي حمزة بن همة، ولا عجب في ذلك، فقد تربى حمزة بن همة في أجواء هذه الوظيفة ومارس مهامها. فوالده الطيب بن همة كان عاملا على آسفي لمدة 30 سنة، وأخوه عبد الخالق بن همة تولى عمالة آسفي بعد وفاة والده مدة 9 سنوات، وحمزة بن همة تولى وظيفة عامل آسفي بعد وفاة أخيه لمدة 11 سنة. ومن إفادة الأستاذ أحمد بن جلون الآسفي نعلم أن السلطان المولى عبد العزيز كلف الباشا بن همة بترتيب استقبال الإمبراطور ألمانيا غيوم الثاني لطنجة كما يقول بالحرف. ومن غير المستبعد أن السلطان المولى عبد العزيز حين كلف الباشا حمزة بهذه المأمورية كان يستحضر سفارة والده الطيب بن همة إلى ألمانيا في عهد السلطان المولى الحسن، والتي استغرقت 30 يوما من سنة 1878. فيها تم استقبال السفير طيب بن همة من قبل الإمبراطور غليوم الأول جد الإمبراطور غليوم الثاني ضيف طنجة المنتظر، ومن طرف المستشار الألماني وموحد ألمانيا بيسمارك. ويخبرنا شاهد عيان وهو ألماني كان يشغل قبطان في البحرية المغربية اسمه ليونارد غاروف في كتاب له بعنوان 9 سنوات في خدمة المغرب. عن الاستعدادات يخبرنا عن الاستعدادات التي جرت بطنجة لاستقبال الإمبراطور غليوم الثاني، وكذا عن أجواء الزيارة التاريخية لهذا الإمبراطور. فيذكر أن خبر الزيارة علمت به الجالية الألمانية والسلطات المغربية، وأبلغ به السلطان المولى عبد العزيز في رسالة مستعجلة، فانتدب أحد أعمامه وهو مولاي عبد الملك بن السلطان مولاي عبد الرحمن ليكون في استقبال الضيف الإمبراطور غليوم الثاني. ومن جهتها فإن السلطات المخزنية بالمدينة وتحت إشراف باشا حمزة بن همة قدمت كما يقول ليوناردو غاروف الأموال اللازمة لتنظيم استقبال يليق بمقام الإمبراطور، ومن ذلك تزيين المدينة بأبواب وأقواس. وعن هذه الأبواب وبقية الاستعدادات يقول هذا الألماني: لقد كانت الأبواب الشرفية التي أعدها المخزن لتلك المناسبة أبوابا بدائية جدا، فقد كانت مجرد صقيل من الخشب مزين بأقمشة متنوعة الألوان. ثم يزيد قائلا: وقامت الحكومة المغربية في عجل بتبليط الشوارع الرئيسية في المدينة، واقتنت الزرابي لتغطية أرصفة الميناء على طول المسافة من المون وحتى مقر الجمرك، أي على طول 150 متر من الزرابي. وتم ترميم البنايات العمومية وأعيدت صباغتها كما أعيد صباغة جميع البيوت في المدينة، وتم تزيين جزء من جدرانها بالأخضر وبالأعلام. انتهت شهادة غاروف. وبخصوص موقف الهيئات القنصلية والجاليات الأجنبية من هذه الزيارة الألمانية يضيف ليونارد غاروف: ابتهج لتلك الزيارة كذلك سائر الجاليات الأجنبية ما عدا الفرنسيين. ثم يردف قائلا: لقد نصبت الجالية الألمانية بوابة شرفية لصق السفارة الألمانية، وفعل الإنجليز نفس الشيء في الطريق المؤدية إلى هضبة التجار. ثم نصب الإسبانيون في أحد الشوارع الرئيسية من المدينة قوسا للنصر جميلا فوق منزلين. وفي يوم الثلاثاء 31 مارس 1905 وصل الإمبراطور الألماني على مثل سفينة باسم هامبورغ تحرسها فرقاطة كبيرة ألمانية، فأطلقت 31 طلقة مدفعية ترحيبا به. وفي الساعة 11 نزل الإمبراطور بلباسه العسكري إلى رصيف الميناء، ووجد في استقباله مولاي عبد الملك نيابة عن السلطان وموظفي المخزن بينهم بالطبع الباشا حمزة بن همة وأعيان المدينة ووجهائها، كما وجد في استقباله أعضاء الهيئة الدبلوماسية الألمانية وغيرها. ليمتطي الإمبراطور فرس بسرج مذهب أعد له، ويمتطي المرافقون له صهوات خيول أخرى
قدمت لهم، ويتجه الموكب الإمبراطوري متبوعا بموكب مولاي عبد الملك والسلطات المغربية إلى مقر القنصلية الألمانية تحت هتاف حشد عظيم من المغاربة المسلمين واليهود ومن عدد كبير من أفراد الجالية الأجنبية. وعند دخول الإمبراطور صالة الاستقبال بالسفارة الألمانية، وجد أعضاء الهيئة الألمانية وأفراد من الجالية الألمانية وبعض الدبلوماسيين الأجانب وأعيان من المغاربة. من أهم وقائع هذا الاستقبال رواية تفيد أن الإمبراطور غليوم تحاور لأكثر من ربع ساعة مع عم السلطان المولى عبد الملك، وعند استفسار هذا الأخير أجاب: شافهني بإظهار المحبة واعترافه باستقلال المغرب وحريته وحماية تجارتهم الألمانية. وبعد انتهاء مراسم هذا الاستقبال الذي لم يستغرق وقتا طويلا، يقول الألماني ليونارد غاروف وهو الشاهد العيان: وبعد كل تلك الاستقبالات توجه الإمبراطور إلى منزل القيم على شؤون السوق الكبير، واستمتع بمشاهدة الألعاب التي كان يقدمها المغاربة. ولقد كان السوق من الاكتظاظ بالناس بحيث لو ألقيت إبرة وسط تلك الجموع لتعذر أن تبلغ الأرض. لتنتهي زيارة الإمبراطور الألماني والتي لم تدم إلا ساعتين، ففي الساعة 1 بعد الزوال عاد موكب الإمبراطور إلى مرسى طنجة ليستقل سفينته ويغادر المدينة تحت دوي طلقات مدفعية توديعا له. بالرغم من أن الإمبراطور لم يلقي خطابا رسميا في طنجة ولم يعقد ندوة صحفية كما كان متوقعا، فإن رسالته من هذه الزيارة كانت واضحة، وكان المستهدف بها هو فرنسا الاستعمارية. فألمانيا بهذه الزيارة تريد تنبيه فرنسا بل تهديدها والضغط عليها حتى تعي جيدا بأن ألمانيا لها هي الأخرى طموحات وأطماع استعمارية، ولها حق في الكعكعة المغربية أو في تعويض آخر، وأن على فرنسا كما سوت خلافاتها الاستعمارية في اتفاق الودي مع إنجلترا في 8 أبريل 1904 ومع إسبانيا في اتفاقية 7 أكتوبر 1904، عليها أيضا تسوي خلافاتها الاستعمارية مع ألمانيا. وهذا ما حصل بالفعل بعد سنوات يوم 4 نوفمبر سنة 1911 بتنازل فرنسا عن جزء من الكونغو والكاميرون لفائدة الاستعمار الألماني، وبذلك ألجمت المعارضة الألمانية. أحبتي، تحيتي ومودتي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.